مشاهدين لو 360 في برنامج جران فورما، مرحبا بكم. اليوم نستضيف الشيخ بيد الله، هو أحد قيادي بارزين في المغرب وأحد أعيان وأبناء الصحراء المغربية. مرحبا بك سي بيد الله في هذا البرنامج. شكرا مرحبا. سي بيد الله، نريد أن تعطي لمشاهدينا نبذة وشهادة للتاريخ حول قبيلة الرقيبات في الصحراء وأنتم تنتمون إليها. شكرا. أنا لا أريد أن أعطيكم شهادة عن قبيلة الرقيبات التي أتشرف أن أنتمي إليها، بل أعطيكم شهادة عن مغربية الصحراء وجهاد جميع القبائل الصحراوية من أجل مغربية الصحراء ومنذ أوائل القرن التاسع عشر وآخر القرن الثامن عشر. هذه القبائل كلها أصلها مغربية، إما أدارسة كالرقيبات أو بني حسان كلهم أو كذلك أمازيغ، كلهم قبائل مغربية الجذور انتشرت في هذه المنطقة ودافعت عن مغربية الصحراء منذ القدم، وحاربت الدخول ديال الاستعماريين من شمال المملكة ومن موريتانيا، وكان الرؤساء ديالها كي يتشرفوا بظواهر ملكية للحراسة على الحدود. حاليا التاريخ مهم ولكن لن يحل المشكلة. اللي غادي يحل المشكلة هو لا فولونتي، هو رغبة، هو الناس اش بغاو. الناس قرروا مصيرهم، الناس مغاربة ودافعوا عنها في الأيام الخوالي كما قلت. في معركة التحرير 56، معركة أمقالة مثلا 56 و 55، معارك الجيش الجزائري والدمية ديالو البوليزاريو في مؤخرا، وبالتالي هذا هو المهم. قبل ما نتكلموا على التداعيات والتصريحات الخطيرة ديال بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة، المغاربة هما عندهم الأنظار ديالهم الآن متوجهة بواحد الاهتمام كبير. التقرير ديال الأمين العام اللي غادي يقدموه للمجلس الأممي، ماذا تنتظرون أنتم من هذا التقرير؟ أنا لا أنتظر أن يكون هناك تغييرا كبيرا بالنسبة أنا أظن أن مجلس الأمن سيترك الأمور على ما هي عليه، وأن تستمر الكومبوزونت العسكرية، المكون العسكري في المينوسو في عمله بمساهمة في استباب الأمن والاستقرار في المنطقة وحفظ إطلاق النار في المنطقة. وبالتالي المشكل الآن بين المملكة المغربية مع بان كيمون شخصيا، لأنه ليس فقط تصريحه، تحركاته، سكناته، إيماءاته، إشاراته كلها كانت منحازة إلى الطرف الثاني، وبالتالي ما بقاش في نفس المسافة من الطرفين. وأنا أعتبر وأنتظر وأن مجلس الأمن سيترك هذا الجانب الأخلاقي ديال الأمين العام وانحيازه إلى جانبا، وأن يمدد في دور المكون العسكري للمينوسو في المنطقة. زيارة بان كيمون كانت صادمة. علاش؟ أولا تاريخها، ثانيا بان كيمون عندما يرفع ذاك الفي ديال الفيكتوار ويبتسم، انا عندي الصورة في لاباري ديالي، هل يشرع للحرب؟ نعم. هل يحرض ضدنا؟ نعم. عندما يزور منطقة عازلة اللي كانت عازلة انها بور امبيشي لو دروا دو بورسويت في الاول، هذا هو عازلة، نو مانس لاند، منطقة عازلة بور امبيشي لارمي ماروكان دو بورسويفر فلول بوليزاريو عندما كانت تلتجئ الى الجزائر. نعم. دروا دو بورسويت، ويزور خيمة فيها الدرابو ديال ما يسمى بالبوليزاريو. هل هذا محايد؟ مع انه تقالت له قبل ما يمشي، تقالت له على انه ما خصوش، يمكن يزور طبعا لي باز ديال لا مينوسو، ولكن ما خصوش يزور منطقة عازلة لكي لا يكرس كونها منطقة محررة، أراضي محررة كما يقولون عند البوليزاريو. هذا خطر. عندما يقول الاستعمار هذا أخطر، مناطق مستعمرة. عندما يطلب باش يجمع الممولين في جنيف لأول مرة بعد 40 سنة، هذا أخطر. عندما لا يطلب بإحصاء الناس تماك، هذا خطير. عندما لا يتساءل
عن مصير المساعدة الدولية، هذا خطير. وبالتالي غريب، كان حقيقة غريب، هذا كان تقريبا جنون. وبالتالي وماشي مزيان يجي من رجل من كوريا، شعب هائل عاش الحرب الكورية اليابانية، عاش الحرب الكورية، وبالتالي جذوره متجذرة في المشاكل البينية، وبالتالي ينطلق ويخرج من حباله كنقولوا احنا، ويتصرف هذا التصرف. هذا غريب جدا، غريب جدا. وانا مؤكد على انه جرح مجلس الامن وجرح الامم المتحده، وسيترك جرحا غارقا، ان غراند سيكاتريس، في العمل الدبلوماسي في المستقبل. وكذلك حطم نهائيا الثقه. انا قلت لك السكان العاديين تيقولوا هذا واش معاهم ولا معنا ولا مع الجنون. وبالتالي غريب شخص ياتي الى منطقه ملتهبه ويزيدها التهابا ويزيد نارها نارا، ثم يتصرف بحركاته بسكناته وبكلامه تصرف طائش منحاز. فهذا غريب جدا، غريب جدا، مع احترامي طبعا للشخص وللشعب الكوري، انه شعب هائل، شعب كوريا شعب هائل ويعيش هو كذلك مشاكل. وبالتالي اتمنى طبعا ان تكون الامور فقط بيننا وبين بان كيمون، وان باقي اعضاء المجلس الامني ان يتصرفوا بتوأدة، بحنكة، بتوأدة، حتى نجد حلا في اطار الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب. القبائل الصحراويه المغربيه كيف تلقات هذا التصرف ديال بان كيمون، وهو مفروض عليه باش يكون محايد ويكون جدي في مهمته وفي كانت صدمه بالنسبه للانسان العادي في الاقاليم الجنوبيه، كما هو الشان بالنسبه للناس في شمال المملكه. كانت صدمه، انحياز سافر جدا للامين العام اللي كان خاص يكون يبقى في الحياد. اذا ابتسم الواحد خاصو يبتسم نفس الابتسامه الثاني، وإلا كشر فيه يعني خنزر فيه كتقولوا انتم بالدارجه، خاصو يخنزر في الاخر بحال. وتصرفاته وحركاته وكلامه كان كله منحاز للطرف الثاني. وبالتالي الناس كانوا ينتظروا على انهم يكون في الحياد التام، ويبحث عن وسائل جديده باش يقرب وجهة النظر بين الجانبين، وباش الجزائر تقبل المقترح الحكم الذاتي، وباش البوليزاريو مع الجزائر، لان البوليزاريو هي الدوميه ديال الجزائر في يدها، ما يمكنلاش تتصرف بلا الجزائر. لحد الان الا ترون ان الحكام الجزائريين عليهم ان يوعوا ان هذه القضيه هم الذين افتعلوها، هم اللي يخلقوا هذا المشكل، حتى ربما هناك تهديد للمنطقه امنيا واستقراريا؟ من الملاحظات التي يلاحظها الجميع على بان كيمون هو أنه أتى إلى منطقة ملتهبة في سيكلون، في عين السيكلون ملتهبة، فيها شبكة إرهابية كبيرة في الساحل والصحراء. سلاح القذافي لا زال يتدفق إلى المنطقة كلها والساحل والصحراء. حدود الجزائر باستمرار عين إنماس اللي وقع فيها كان هجوم على محطة بترولية كبيرة جدا في الجزائر. شمال مالي ملتهب، جنوب الجزائر ملتهب، سمال البورو مازال جالس تما المختار بالمختار. يعني يجي حتى نفس المنطقة شعل فيها النار ويكب فيها الزيت. هذه ملاحظة كبيرة كذلك على بان كيمون، اللي زاد الطينة بلة وزاد الهشاشة الأمنية في المنطقة تصريحات ديالو. الآن الجزائر طبعا وضع الجزائر جيراننا هذو، وما كان حتى شي واحد يتمنى لجارو يكون عنده النار داخل من المنزل ديالو، ولكن احنا نخاف على الوضع في الجزائر، متدهور جدا أمنيا. سياسيا هناك أسئلة كبيرة حول المستقبل طبعا في الجزائر. انخفاض ثمن البترول والغاز سيزيد الوضع الاجتماعي تأزما، وسيزيد الوضع الأمني تأزما، وكذلك مخلفات الحرب الداخلية مع الفيس في الماضي لا زالت. كل نهار كنسمعوا على أن الجيش الجزائري قتل سلاح أو جوج أو ثلاثة قرب العاصمة، وبالتالي الوضع داخل الجزائر أمنيا لا زال مضطربا. فهل يا ترى أن جيراننا يريدون أن يبقى الوضع على ما هو عليه
لتصدير مشاكلهم الأمنية إلى منطقة تندوف؟ هذا سؤال يطرحه الجميع. كيقولوا عندنا في الطب كيقولوا بغاو ان ابسي دو فيكساسيون، بعيد منهم. تصدير المشاكل الأمنية إلى منطقة الساحل وإلى منطقة تندوف وما جاورها أمر خطير جدا، لأنه هذا حبل قصير سينتهي يوما ما، وبالتالي نحن نتمنى أن تتمكن الجزائر طبعا من أن باش تحل مشاكلها كلها، وأن تساعد في حل المشكل ديال المفتعل ديال الصحراء. في تندوف، مخيمات تندوف، هناك كثير من اللاجئين او من الصحراويين تيطالبوا وتيساندوا هذا المشروع المغربي، ولكن القاده ديال البوليزاريو لا ما تيسمعوش لهذا الصوت هذا اللي هو اعتقد ربما تعرفوا انت اكثر من اي واحد، لان عشرتي واحد عدد من القاده ديال البوليزاريو. تحكي لنا على هذا الموضوع. اولا انا اشتغلت كممثل للمملكه المغربيه في عمليه تحديد الهويه لمده 27 شهر، وانا في مخيمات الحماده، كنعرفهم كلهم، صرتهم كلهم. السؤال الاول هم شكون هاد الناس بعد الاولى؟ يجب احصاؤهم. في التقرير الاخير ديال بان كيمون طالب باحصاء هؤلاء، ولكن عندما وصل الى المنطقه لم يطالب لا الجزائريين ولا البوليساريو باحصاء هؤلاء. ثانيا ماشي لاجئين، لانهم صفه اللاجئ ماشي عندهم. شكون هو يكونوا لاجئين؟ واش كان لاجئين مسلحين؟ واش سولوهم باش يبغوا يرجعوا لو روتور ليبرمون كونسونتي للمناطق ديالهم؟ واش خيروهم باش يمشوا يعيشوا في دوله اخرى؟ هذه الشروط، هذه اوصاف اللي توصف اللاجئ. هذو الناس طبعا تمت محاصرتهم، انتقلوا بالقوه من الاقاليم الجنوبيه من الحرب مع الجزائر مع الجيش الجزائري والبوليزاريو الى تلك المناطق، وتسجنوا تماك محجوزين، وفعلا محجوزين ما عارفين شكون هما، شحال فيهم من شمال موريتانيا، كم منهم من جنوب الجزائر، كم منهم من شمال مالي، وكم منهم طبعا من عندنا من الاقاليم الجنوبيه. اذا هذا سؤال مهم. ثانيا لا تنتظر ان يكون هناك سؤال للراي العام المحلي ابدا. هذه منظمه عسكريه دميه في يد الجزائر، تتصرف كما تشاء منذ الان 40 سنه. حتى المساعدات اللي الان اوروبا اثبتت انها تستغل، انها يتم التلاعب بها في الجزائر، في الجزائر وفي تندوف وفي البوليساريو، لا يستفيد منها الا قليلون في تلك المناطق، وتباع في بان كيمون جاهل هذه النقطه اللي هي مهمه عليها. هو يجمع الممولين فعلا، هو يسال بعدها هي الاولى. ذاك مكتب زجر الغش ديال الاتحاد الاوروبي تكلم عليها وفي جميع التقارير، وبالتالي الوضع هناك لا يتطلب كثير من التعامل مع الراي العام المحلي ديال المخيمات فيما يتعلق بمصير هؤلاء. والدليل على انه رجعت الاف من الاخوان من البوليساريو، رجع وزير الخارجيه السابق ابراهيم حكيم، رجع عمر حضرامي، رجع سفيرنا الان اللي كان في كونغو بارزاني كان هناك، رجعوا سفيرنا في انغولا كان هناك، رجعوا الاطول الكبيره كلها عادت الى ارض الوطن. اذا ملي تقول شيخ بيد الله هذه الحقائق، وحنا تنسمعوا مؤخرا انهم تيهددوا بانه رفع السلاح او العوده الى كان واحد البيت ديال الشعر تيقول: لقد زعم الفرزدق ان سيقتل معمرا، الا فابشر بطول السلامه يا معمر. لنرجع لهذه التداعيات، والآن ماذا يمكن أن نفعل نحن المغاربة للتصدي؟ لأن فعلا كان موقف أو تصرف بان كيمون تصرف غير مسؤول. نحن في وضعية مريحة، نحن في منطقة ملتهبة متغيرة. العالم العربي يعرف تداعيات خطيرة بعد الربيع العربي، الساحل والصحراء عرف تداعيات كبيرة من جراء شبكات الإرهاب. نحن الحمد لله تبارك وتعالى بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة، نحن منارة منيرة في المنطقة بالأمن والاستقرار في هذه المنطقة. سي شيخ بيد الله، نشكرك على هذه المشاركة،
ونشكر على المشاركه وفعلا افكار النيره التي اعطيتموها لمشاهدينا غران فورما 360. بدوري اشكركم وإلى واتمنى اللقاء، لغران إلى فورما فرصة. مستقبل زاهر ان شاء الله. شكرا، الى اللقاء، إلى شكرا جزيلا. فرصة. شكرا.